السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الزبيب بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله اما تعمليها بنفس الطريقة وبنفس المقادير اللي انا هعملها معاكم مش هتفشل معاكي الكيك خالص بعد كده. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملناها ازاي. انا عندي هنا كوبايتين من الدقيق منخولين، هضيف عليهم نص كوباية من النشا ورشة من الملح، وهضيف عليهم باكو من الكيك شيف، وهقلب كل المكونات الجافة دي كده كلها مع بعضها وهركنها على جنب. وهنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. عندي هنا هحط في الكبة بتاعتي او في الخلاط 3 بيضات، وهضيف عليهم شوية من الفانيليا، وهضربهم كويس جدا في الخلاط او في الكبة بتاعتي وارجع لكم تاني. بعد ما ضربت البيض مع الفانيليا هضيف بقى كوبايه سكر. طبعا الكوبايه اللي هتعيري بها السكر هي اللي هتعيري بها الدقيق، هي اللي هتعيري بها كل المقادير، وهنضربهم برده لمده كده دقيقتين وارجع لكم تاني. بعد كده هنزل بمعلقه من الخل، وهضيف بقى اللبن، كوبايه من اللبن وكوبايه الزيت، وهخلطهم برده لمده دقيقه بس كده. وبعد كده هنضيفه بقى للمكونات الجافه اللي احنا عملناها مع بعض. بعد كده انا عندي هنا نص كوبايه من الزبيب، هضيف عليها معلقه من الدقيق. وهقول لكم ليه انا ضفت الدقيق، علشان طبعا الزبيب لما بنحطه في الكيك بينزل في قعر القالب من تحت، فعشان يبقى متوزع عندي في الكيك كلها من فوق ومن جوه ومن تحت بغلفها كويس، بغلف الزبيب كويس بالدقيق. وبعد كده طبعا هعمله بالمصفى هنخله عشان ما يبقاش في عندي اي دقيق تاني زياده، وهضيفه على الدقيق بتاعنا اللي احنا عملناه بس مش دلوقتي. هجيب الخليط بتاعنا طبعا اللي احنا ضربناه، هننزل بيه واحده واحده كده ونقلب بالراحه بحيث نطلع الهواء من الكيك بتاعنا. اقلب كده من تحت لفوق لحد الدقيق بتاعي ما يختفي خالص معايا، ويبقى قوام الكيك بتاعي شايفاه قدامي مظبوط. كده اصبح قوام الكيك بتاعي حلو جدا كده معايا. هضيف بقى الزبيب، مجهزاه، ولازم الفرن يكون مسبقا والع. هبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم اضيف بقى الكيك بتاعي. بسم الله ما شاء الله. هتاخد حوالي من 35 ل 40 دقيقة، ولما تطلع بقى من الفرن هوريكم شكلها عامل ازاي. كده حبايبي انا طلعت الكيك بتاعي من الفرن، شايفين قوامه بسم الله ما شاء الله هش وجميل جدا. طبعا احنا هنسيب الكيك لما يبرد تماما، ما ينفعش نقطع الكيك وهو سخن. وبعدين زيني بقى باي حاجه عندك، اي صوص عندك. بصراحه انا مش متوفر عندي اي صوص، فانا هحط عليها سكر بودره وهزينها كده بالفراوله. اتمنى تعجبكم. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى يكون وصفه النهارده عجبتكم. انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.